بتاعت لحمه، ممكن تحطي كوبايه منها على القوانص دي، بتدي طعم جميل جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده طبق كده من القوانص الحلو الجميل ده بالفلفل الالوان والبصل. الوجبه دي جميله جدا وخفيفه قوي في الجو اللي احنا فيه ده، وشويه رز ابيض كده بالزبده هيعجبكم ان شاء الله. اللي لسه ما عملتش غدا او ما لحقتش انها تعمل اكل، تاخد فكره لغدا بكره او غدا النهارده، لان القوانص ما بتاخدش وقت خالص في العمايل بتاعتها. يا رب الوصفه تعجبكم. لو عجبتكم ادعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقه. عندي القوانص جبتها غسلتها غسله كويسه جدا وحطيتها في ميه وسلقتها على النار بالشكل ده. بعد ما اتسلقت خالص طلعتها في قلب صينيه بره كده، وهبتدي ان انا اقطعها معاكم علشان نعمل بيها الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. عندي هنا القوانص طبعا قطعتها حتت صغيره كده بعد ما سلقتها كويس جدا. حطيت حله على النار، حطيت فيها سنه كده من الزيت البسيطه، وهنزل عليها بالبصله بتاعتي اشوحها بس تشويحه واحده. اديت البصل بالشكل ده تشويحه. هنزل بقى معايا بالفلفل الالوان. برضو هديله تشويحه واحده علشان الفلفل يبقى فيه القيمه بتاعته الغذائيه كلها. لما بتموتي الخضار ما بيبقاش فيه قيمه غذائيه، اما لما تعمليه بالشكل ده تشويحه واحده بس بيبقى لسه القيمه الغذائيه موجوده فيه. ده غير بيديكي قرشه كده جميله قوي وانت بتاكلي بالشكل ده. هنزل بقى هنا عندي بملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه بالشكل ده مع البصله نفسها عشان تديكي التسكيره اللي انت عايزاها. برضو تقليبتين بس كده. وعندي هنا طبعا الشوربه اللي احنا عملنا فيها القوانص بالشكل ده. بصوا كميه السمنه اللي نازله منها، هاخد منها بس شويه صغيرين عشان تدي بس طعم للقوانص، وهنزل بيها كده على البصل بتاعي والفلفل. طبعا لو مش حابه الخطوه دي مفيش مشكله خالص، ممكن تحطي حبه ميه بسيطه خالص من غير ما تحطي الماده دي. حبه الشوربه دول ممكن تستغني عنهم طبعا، الناس اللي عاملين رجيم ودايت والكلام ده كله كده. بس بتدي بس صوص حلو قوي لو انت عامله جنبها شويه رز ابيض. وبتنزلي بعد كده بالقوانص بتاعتك بالشكل ده، بتسيبيها بقى على النار تاخد كده مع بعضها وتدي بالظبط كده 3 دقايق بالظبط. وهنا خلاص خدت معايا غلوه بالشكل ده. بصوا الصوص عامل ازاي. لو حابه تعملي جنبيها شويه رز ابيض او رز بالشعريه مفيش مشكله خالص. لو حاسه ان الصوص بتاعها عايزاه يبقى اكتر من كده ممكن تحطي حبه ميه وقالب ماجي. لو عندك شويه شوربه بقى بتاعت فراخ او بتاعت لحمه ممكن تحطي كوبايه منها على القوانص دي، بتدي طعم جميل جدا.